شركة كنانة عملت لنا شيبس جديد الباربيكيو بالعسل اسمه ميزي او مايز. تعالوا نشوف نظامه عامل ازاي. اولا هو سعره كان 5 جنيه، موجود في السوبر ماركت عادي مش في اماكن كبيره. اللي عملني فيه ان هو شبه الشيتوس. السعرات الحراريه زي كل مره ما بنعمل، السعرات الحراريه فيه 548 كالوري. تعالوا بقى ندوق. ريحته غريبه شويه، يعني حلوه بس غريبه عليا. دي الكميه من جوه طبعا كالمعتاد، النص بس اللي بيبقى مليان مش كل حاجه. شكلها زي الشيتوس بالظبط، بس يعني فاتحه شويه. هو مقرمش وحلو بس طعمه غريب، يعني انا مش حاسه بطعم عسل، حاسه بشويه سبايسي شويه حراق. طعم الباربيكيو باين شويه بس هو توابل، يعني هو طعمه توابل اكتر منه باربيكيو. مفيش اي توابل باينه عليه من بره خالص، مفيش اي خالص توابل باينه عليه، هو ساده من بره بس طعمه لطيف. يعني طعمه مش وحش بس مش مميز، كنت متخيلاه يكون مميز اكتر من كده بس لا، طعمه مش مميز خالص، طعمه لطيف حلو. طعمه حلو معقول بس مش يعني ما تتخيلوش ان يكون في حاجه مميزه في الطعم ان هو باربيكيو بالعسل فطعمه غريب، لا عادي، يعني حاسه طعمه عادي مش مميز خالص. هو اولا معمول من الذره وزيت النخل وطعم الباربيكيو بالعسل والاعشاب، الوان طبيعيه مستخلصه من الباربيكيو وملح طعام. المفروض هو مفيهوش مواد حافظه والوان صناعيه ومخبوز في الفرن، ده المفروض يعني. عندهم يوتيوب وسناب شات وتويتر وتيك توك وانستجرام وفيسبوك، هكتب لكم الاسم بتاعهم عشان تخشوا تشوفوهم وتتابعوهم. ده كده بالنسبه لمايز. تعالوا كنانة برضو منزلين حاجه جديده بجد غريبه بقى، دي البافك بس بالسوداني بطعم السوداني، فغريبه. هو طبعا الحجم بتاع الشيبسي ده اكبر من ده، بصوا الفرق. ده 55.5 كالوري تمام. نفس الشركه شركه كنانة برضو، هي نفس الشركه. تعالوا بقى نشوف، بس ده ب10 جنيه، التاني كان ب5. ده الحجم بتاعه اهو من جوه. بصوا البافك بتاعه مش كبير قوي ومش صغير قوي. ايه ده؟ فاكرين البافك الشفاف اللي كان بيبقى كيس قد كده وكنا بنجيبه بجنيه ولا بنص جنيه ونقعد ناكل فيه سنه، دوت بطعم السوداني؟ هو نفس الطعم بالظبط، بل بالعكس بقى طعم السوداني ضعيف فيه شويه، فتحس ان انا باكل حاجه فيها شويه من طعم السوداني، يعني بتاعنا بتاع زمان طعم السوداني اقوى فيه بس لطيف. انا ده هديله 6 من 10، ده هديله 8 لان ده مش حلو قوي، يعني طعمه ما عجبنيش قوي. هديله دوت 6، مش حلو قوي. الكالوري بتاعته 55.5، اقل من التاني بكتير، فتمام ماشي الحال، هديله زي ما قلت لكم 6. بس الصراحه بقى اللي بيعجبني في شركتهم التغليف بتاعهم، الاكياس بتاعتهم والديزاينات بتاعت الاكياس بتاعتهم الصراحه يعني مكلفين، فبالتالي شكلها يعني شكلهم حلو وصارفين ومكلفين على الباكج بتاعتهم. تعالوا بقى نشوف الحاجه الثالثه، بالونات.
انا سايباه في الاخر عشان ده اكتر حاجه انا متحمسه ليه. بالونات من الجبنه، هو اسمه كده تشيز بولز، كور كده من الجبنه، عاملينها بقى على شكل بالونات وحركات، شكلها حلو جدا ولفت نظري يعني. الكالوريز بتاعتها 554 و8 من 10 كالوري. نفس الشركه برضو، شركه كنانه، وب10 جنيه. هو نفس الحجم بتاع تقريبا نفس الحجم بتاع السوداني. تعالوا بقى نشوف النظام ايه. هم على طول بيستخدموا على فكره الذره، كلهم الثلاثه دول كلهم من الذره، وزيت النخل ونكهه الجبنه والملح الطعم، يعني كلهم نفس المكونات، بيختلف بقى الطعم. بصوا شكله عامل ازاي من جوه، شكله حلو قوي، عامل زي لقمه القاضي. بيقرمش قوي، جميل. بيقرمش جدا، وفي نفس الوقت مش بيقرمش رخامه يعني، لا قرمشته كده حلوه، طعم الجبنه فيه باينه قوي، واكتر واحد فيهم مليان، فيه كميه كتير. طعم حلو قوي. اخدها. طعمه جميل، ده حلو، ده هديله 9.5 من 10. طعمه جميل فعلا، كفايه الباكج بتاعه شكله اصلا حلو قوي ومليان، طعم الجبنه فيه حلو. دول كده الثلاث شيبسيهات اللي كانت منزلهم شركه كنانه الفتره الجديده، يعني الفتره دي جديد. بالترتيب ده كده، ده اول واحد، ده اول واحد، وبعدين ده، وبعدين ده طعمه ما عجبنيش خالص، اللي هو الطعم السوداني ده ما عجبنيش والكميه قليله فيه. ده عامل زي الشيتوس بس طعمه اللي هو الباربيكيو بالعسل، ده طعمه يعني مش عارفه، حاساه طعمه عادي شويه، مش طعمه مميز. لكن البالونات اللي بالجبنه ده جميل قوي فعلا، ده طعمه حلو. هاتوا ده كده كان فيديو النهارده عن شركه كنانه والحاجات الجديده اللي كانت منزلاها. بالنسبه بقى للكومنتات، الفيديو بتاع المكرونه بتاع التيك تيك اللي كانت بالوايت صوص، جالي كومنت عليه ان البنت بتقول ان هو طعمه كده فعلا، ان انا كنت شايفاه ان هي مكرونه مسلوقه وان طعمه كان خفيف قوي. ارجعوا شوفوا الفيديو. ففي بنوته جميله كده قالت لي لا هو طعمه كده، وعلى فكره ان هو ده احلى طعم من الاطعم اللي موجوده في السوق، يعني كان موجود الصلصه الحمراء وموجود اللي هو بتاع بيج ماك ده. قالت لي الاثنين التانيين دول مش حلوين قوي، لكن الوايت صوص ده احلاهم. فانا بالنسبه لي ما كانش عاجبني خالص، انا كان بالنسبه لي ده مكرونه مسلوقه وعلى شويه حليب. فقولوا لي لو انتوا حابين ان انا اجيب بتاع المكرونه بالصلصه، واجيب كمان اللي هو البيج ماك قولوا لي. ولو عايزين اجرب الكشري قولوا لي. لو عايزيني بقى اجرب دومتي منزله حاجه جديده، لو عايزيني برضو اجربها قولوا لي. عايزاكم تكتبوا لي بقى في الكومنتات الحاجات الجديده اللي انتوا حابين قبل ما تشتروها ان انا اجربها. تمام، اخد بق بقى بعد الحاجات دي كلها. ما تنسوش تعملوا لي لايك، تسيبوا لي كومنتات بالحاجات اللي عايزين نجربها في اي حاجه بقى، سواء حلويات، سناكس، ميك اب، اي حاجه عايزين نجربها انا مستعده، ادوني افكار يعني. المهم ما تنسوش تدعموني. سلام عليكم، اشوفكم الفيديو الجاي.